شنو مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامجنا منكم وإليكم. معكم الصحفية شيماء والصحفية صابرين من مجلة إيماجين. حاول نعطيكم لمحة صغيرة على برنامجنا اللي يتطرق على عدة مواضيع تخص الشعب التونسي واللي تنجموا تواكبونا بار سيت ويب www.imagine.te. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم حيين بخير وعيد مبارك على التوانسة الكل. نحبوا نعملوا جولة صغيرة نسألوا كبير وصغير ونسألوا برأي التوانسة الكل باش نعرفوا الأسوام اللي تقعد لشهادة ارتفاع غير عادي. وتوا خليكم معنا وهيا نبداو جولتنا. عسلامة، مرحبا بكم. عسلامة. نجم ناخذ من وقتكم شوية؟ ما تعرف توا العيد جاي وكل شيء، نحب نسألكم شوية سؤال يصير تفضل. شنو شريت العيد انتم ولا ما زلتوا؟ لا بسم الله. شنو عندكش فكرة على الأسوام؟ والله حسب ما سمعت قالوا العلاج بتاع اللي كانوا قبل ب 200 معناها الصغار توا في ال 400 و 450 معناها اللي هما المساسين نورمال العلاج الكبار نتصور توا في 600 حسب ما نتصور. وشنو رايك العباد كلها زعما تنجم تعايد التوانسة كلهم ما فما حتى مشكلة؟ الغلاء يعني عادي ما يقلقكمش الأسوام؟ ما نتصورش، نتصور سنين فما برشا عباد مش باش يعايدوا. حسيتوا هذه الكاميرا؟ هذه الكاميرا عسلامة. شنو رايك انت في الأسواق؟ كيما قصدي حاجة يعني فما برشا مش عادي تخطوط تلقاها عائلة فيها معرفش اني 5 عينيك صغار ومعاها البو والأم والبو كهو يخدم عليهم لازم باش ينجموا يعايدوا. وشنو رايك انت زعما شنو الحل هكا؟ البروبليم من شكون معناها؟ والله ما نعرف هما اذا بوك خاطر قالوا فاست ليبيا ولا شنو قاعدين يصدروا فيهم البرا العلاج، والله نتصور احنا اولى بهم معناها من ليبيا ولا بالحق اللي مش قاعدين هنايا ما عندهمش هكا معناها تلقى صغار مش باش يعايدوا، فعليه معناها نحن نقعدوا بلاش في ليبيا هما اللي مش يعايدوا. ما عرفش كان ينجموا يلقاو سوليسيون خير من هكا. العيد وكل شيء وأسوام واحد نحبوا نعرفوا معناها شنو رايك في الأسوام؟ اسلام مشتت غالي ياسر. سمعت 7 جنيه 6 جنيه ما اسلام خيالي. شنو الحل صح؟ الحل مثلا كل عائله فيها الاخوان وفيها العمومات يشاركوا في حلوش، فكل واحد يجيب الحين صحيح. شنو؟ تفضل. الاستيراد فهمت يعتمدوا يستوردوا على ريش من برا مادام فما نقص لهنا يستورد. زعما هذا الحل لازم باش يتيح السوق وبالطبيعه مادام العلوش غالي معناتها ما فماش كميات باهيه. تقول انت ما لقيناش في تونس معناها نصدروا لبرا. نستوردوا نستوردوا نورمالمون هكا خير. انا نتصور هكا حسب ما سمعت انا ما ريتش بعيني اما يحكيو قالوا لنا السوم السنان يحكيو. حصلوا احنا بحذنا الكاميرا وتنجموا توصلوا صوتكم، شكون يحب يوصل اي كلمه اي نداء معناها تفضلوا مرحبا بكم. خصنا في الاسنان، خصنا في الاسنان نخلي العباد تاكل لحم تاكل شويه كبده تاكل صحيه دراك معقول مش معقول كاو. عايش تحبش تقول حتى شيء؟ يا صافا بالنسبه لي ما يقلقنيش باش ناكلوا منا ولا منا. عايش لا خيس لا حتى شيء. ان شاء الله عيدكم مبروك ان شاء الله. ماذا بيا كان يعاونوا العباد وينحيوا منهم هو نحكي على الحكومة بصفة عامة يعني نورمال كان يطيحوا هما من رواحهم شوية باش يعاونوا العباد والعباد تعيط خاطر كمان زاد العيد جاي بعد غونطري وقبله عيد صغير ورمضان يعاونوا شوية العباد باش العباد الكل تعيط. فهمتك. عايشك ما تساليك وانتي؟ والله يعني المسؤولات المعنية بالأمر معناها اللي هما يراقبوا العلاج ومدري شنو الكل يشوفوا الحكاية خاطر ما يجيش هكا عباد تقعد ما تعيطش وصغار وكل هما معناتهم يتصرفوا هما اللي ينجموا حتى يعطيو هما للعباد ويحاولوا يشوفوا يراقبوا الأسعار خاطر ياسر علاش هذا الكل 600 يوصل للعلوش ما يجيش. فهمتك. يعطيكم الصحة وإن شاء الله يكون العيد نتاعكم وصل وإن شاء الله عيدكم مبروك بالنواب. إن شاء الله نهار مزيان. ناخذ شوية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك إن شاء الله عيدكم مبروك. نحب نعرف معك شنو رأيك في الأسوام تاع العلوش؟ بالنسبة للأسوام العلوش غالي تعرف توا كماني خدام حدام هذا مع 10 بطال وصاحب مقار وصاحب نفس واحد. معناها شكون السبب الرئيسي هو المواطن؟ سامحني لحظة امشي خذ جوست بدلك من غير راسك. من غير راسك ياخذ لك جوست امشي معاه.
مع السلامة مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. والله مرحبا بكم. هو كم شفت الموضوع حاضر. تفضل. بسم الله. والله حبيتنا انتم بديكم توا عاملين حاجه باهيه برشا تو تسروا في العباد في الشارع معناها. والله هذا موضوع معناها حساس برشا على المواطن التونسي خاصه. المواطن التونسي هو بدياته طماع. في تونس احنا اي انسان تشوفه طماع. 10,000 يبدل 1000 حزب وحزب. تو فهذوما جماعه الاحزاب اليساريين ولا العلمانيين هم قاعدين يعملوا في برشا حاجات مثلا يحبوا الفتنه في البلاد. بشنو تو قرب العلوش جا رمضان ساعه خرجوا اول شيء الغلاء نتاع المعيشه. هاو حليب، هاو مكرونه، هاو ما نعرفش شنو، هاو كذا. قرب العيد الكبير شو يعملوا؟ شو يوليو يضربوا في العباد بالعباد، مثلا يضربوا كما نقولوا احنا في غلاء العلوش العيد كما نقولوا احنا اللي هو اكثر مشكله يراها الاب لصغاره معناها اللي هي مش يوصلهم الفرحه نتاعو والفرحه نتاع العيد. فهمت شنو؟ كيما قلنا العيد نتاع الصغير اللي هو الغلاء البش والجوي وكل شيء. هو العباد تو هنا مثلا انا كانسان بسيط جدا في تونس وكتونسي احنا ربي شكون عطانا العيد الأضحى؟ ربي سبحانه جعله هذايا معناها بسبب. فهمت شنو؟ والسبب اللي ربي سبحانه جعل العيد الاضحى باش الانسان او كل قطره دم من العلوش مش تيح راهو عنده ثواب عند ربي. فهمتني؟ اللي هي مثلا كما نقولوا احنا نقصتك من السيئات نتاعك وكفر لك السيئات معناها كما نقولوا احنا. الانسان ما عنده ربي سبحانه جعل لك حكايه العلوش اعطاك جواز نجم اذا انت في مقدورك باش تعمل علوش العيد في مقدورك وكيف ماش في مقدورك ما تنجمش تكون تعمل حاجه اكثر من الطاقه نتاعك. فهمت كيفاش؟ معناها لهنا اني واحد من الناس نقول السنه كان ما نعيدوش ماش باش نجيبوا الشر. واضحه؟ احنا نجيبوا من رومانيا وما نعرفش شنو علاش وعلوش يصيح يحكي بالالمان ولا الله اعلم. فهمت؟ احنا عندنا المورد نتاع تونس ما يسمحلناش لا السنه لا العام الجاي ما حتى مشكل. يعني كان انسان تونسي نجم نضحي على خاطر تونس باش ما عايدش سنه وما عنديش اثم معناها حتى قدام ربي. فهمت؟ معناها سنه ما غالي العلوش ما نعيدوش مش لازم نعيدو ناخذ شويه الحم انا كايها الناس معناها. فهمت؟ الصغيرات شو عملنا فيه؟ الصغيرات عندهم ربي سبحانه وتعالى على خاطر الصغيرات احنا الكبار يمشيوا ضحيه زاد يمشي يشري علوش عيد بالكريدي ولا الله اعلم به وبالانتيريس. معناها فما حاجات زاد نخموهم احنا. واحنا شنو المشكله نتاعنا؟ احنا لازمنا نعلموا صغارنا الصبر زاد. بالطبيعه. هذايا هو زاد حكمه في حكمه زاد. فهمت؟ يعني كي يجي ولدي ما يفرض عليا مش هو جايبني انا جايبني. لازم يقتنع معناها. بالضبط انا نعلمه العيشه كيفاش هو يمشي معاه. فهمت؟ وقت الحاجه لازم يخمم بمخه. فهمت؟ هيك شنو مش خاطر هو بكى نمشي نحط في الانتيريس ولا ناخذ قرض ولا ما نعرفش شنو باش نرضيه نغضب ربي باش نرضي ولدي ما يجيش. واللي صاير تو مثلا موضوع اخر مثلا اللي صاير في تونس تو من اي مشاكل خاطر العباد الكل بعدت على ربي سبحانه وتعالى. اي انسان ولا فهم بالضبط على ربي يهدي. والله يعني نتمنى من اي انسان يقعد بينه وبين روحه ويسر روحه. فهمتنا؟ معناها شنو اللي ماذا رايت من الله حتى تكرهوا الشريعه نتاعو سبحان الله. فهمت؟ احنا ما وصلوا ركبوا علينا معناها هذوما اليساريين والعلمانيين خاطر بالتقصير بتاع احنا. هو كما قلنا سامحني معناها بالدارجه كي استجا في قصة هو غدوه عنده باسبور وشكون عملت له الباسبور؟ عملت له الغرب وفرنسا. هو اليوم دخلت كرتوشه لتونس يعمل هكا يمشي يقص باسبور ويمشي على روحه. نقعد انا وياك وغيري اللي هو احنا قاعدين ضحيه في الدنيا. لازمنا احنا قبل ما نمشيو ولا قبل ما نوصلوا صوتنا لازم نعرف على شنو مش نحكيو. فهمت شنو؟ سامحني هذه فرصه توا معناها جيت والحمد لله تنجم توصل صوتك للكاميرا. شكون تحكي وحسب رايك شنو هو الحل معناها كيفاش باش نعيشوا؟ شنو توصل للعباد معناها باش تتقرب من ربي وتشوفوا حل معناها هكا باش العباد تعيد كلها فرحانه وكل شيء. شنو الحل؟ الحل الوحيد اللي هو الانسان يعرف دينه. خاطر سبحان الله اكبر دين هو متيسر مع الانسان واللي هو يوريك كيفاش تعيش حياتك هو الدين نتاعنا. اللي هم قاعدين تو الغرب يتمشاو به. فهمت؟ في التقدم نتاعهم في التقدم الاقتصادي في التقدم
التكنولوجيا في اي مجال، المجالات الموجوده الكل ياخذوا فيه من ديننا سبحان الله. واحنا هاربين برشا من على ديننا ونلوجوا في فلان وفي فلان وما نعرف شنو، واعطيني ناكل واعطيني نشرب واعطيني العيد واعطيني كذا. يا اخي هذوما العباد هذوما الكل اللي يحبوا الله اللي يحبوا اقسم بالله العلي العظيم. معناها حلفت فما عباد في تونس ما يحبوش تونس طيب. واضح. وفما برشا دخلاء من برا كيما نقولوا احنا من فرنسا ولا من الغرب، فهمت كيفاش؟ ما يحبوش تونس تريد، يحبوها داخله بعضها، خاطر اذا مش يجي الاسلام لتونس تونس مش تقوى، فهمت كيفاش؟ واحنا القوه نتاعنا سبحان الله بالاسلام نتاعنا، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، فهمت؟ هذه هي واني واحد من الناس ندائي للتوانسه الكل راهو كل قدير وقدره في تونس. فهمني ما تغركمش المظاهر وما تغركمش الوقت، رانا احنا في وقت الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على الوقت هذا ولازمنا ناخذه بالحكمه، فهمت كيفاش؟ وننصروا النبي نتاعنا اللي هو قاعد سبحان الله يتسب، واللي ربي قال فيه إن كفيناك المستهزئين، فهمت؟ احنا وصلنا رسولنا للسب خلي احنا مش نعيشوا حياه باهيه، مش نعيشوا الحياه هذه اذا ما احنا ما نكونوش كابابل على انفسنا، نعرف كيفاش نسيروا امورنا، نعرف كيفاش نحكيوا مع العباد، نعرف كيفاش نوصلوا الرساله نتاعنا بالديريكت، ماهوش انديريكت، خاطر الانديريكت ما عادش يوصل توا. ان شاء الله بقدرة ربي صوتك يوصل والنداء نتاعك يوصل، يرحم والديك كلها ان شاء الله تسمع صوتك وكل شيء، ان شاء الله ربي يهدي ان شاء الله. كنا نواكبوا الحدث ووصلوا اصواتكم اخويا، وصلوا اصواتكم سهله ياسر، جيناكم بالذم. اسمعني كنت عامله مزيفه عاود باش تلهانا بعد شويه، تلهانا بحكايه الفلوس منين باش نجيبوها باش ناخذوا. هم يكرهوا فينا لهنا سي وليد ويعاير ويضرب وكفر ربي واحد فهمني، رجال كبار ويضرب فيها السلعه يهزها مش يتصاحب عليها ولا يحسبها، السلعه يهزها منه ومنه يطلعها في الصفات نتاع البلديه ويبدا يعفس فيها برجليه، كي تمشي الفورير باش ترجع سلعتك ما تلقاهاش السلعه حتى اشتراها ما تخلصش عليه. ايه كيفاش تحبون باش ناخذوها على العيد باش نعيدوا كيما العباد الكل، اما نعيدوش. المشكلة صعبة ياسر في أسوام مهولة توا. ها قدامك الكاميرا. احنا لا باش ناخذ تاع 600 جايبها معناتها يخدم في الحاجة. انا ما نعملش نعيدو جديد يحفظ فيها برجل، ناخذ باش يطلع فيها ويحفظ فيها برجل. ثم الناس تخدم على الواحد، ثم السلعة تاع العباد يحفظ فيها برجل. جاونا قالوا لنا انا مدخل تاع السياح، حتى راجل كبير يضرب متفقين فيه مدخل السواح، اتفقوا فيه الناس الكل. يخدم في الحاكم كيما انت تخدم على روحك تضرب شهرين وانا عامل يومي على بطاقه التعريف. شوف لي بلاصه باش ناكل منها خبزه. حتى برشا عبيد كلها معرسه كلها عندها ولاد، حتى برشا عبيد. ميرسي على هذا بالحق. شوف كما قلت ما تعالوش العيد مش ناخذوه نحن كيما ما خلونيش نخدموا مثلا، يعفس فيها برجله نعمة ربي يريد السلعة العبيد يعفس فيها برجله، اقسمت بالله. عندك الحق خويا، الكاميرا شوفونا بالحق شوفونا حل ولا برجولية، شوفونا حل، ما لقينا حتى خدمة، اعطونا خدمة نمشوا نخدموا، واش باش نخدموا عندنا ما نخدموا. السلعة العبيد يعفس فيها برشا عبيد هازلها سلاح يزبل 50 مليون سلعة كل يومين يزبل 50 مليون، حتى باش تمشي ترجعها يعمل هكا يمشي يجيب لنا 30 عاون لهنا، السلعة الكل يعفسها يكسر يطلعها. اما تشوفوا لنا حل كيفاش باش نعايدوا نحن. ان شاء الله نلقاوكم حل في اخر الوقت، ان شاء الله هذا السي سمير بوكل زاد يلقاوكم حل ان شاء الله عندكم ياسر ولا كل يوم عابدنا يوميا عابدنا يوميا ريت يسبق 50 مليون سلعة من ناحية من هنا تاع العبيد. معناتها راجل معرض ظل عنده صغار ولا حاجة نورمال يزل سلعة يكسرها ولا يعفس فيها برجله هكا. شوفونا حل وكا ومعنا ان شاء الله نلقاوكم حل على خير ان شاء الله. ان شاء الله عندكم مبروك. ميرسي. وين؟ عندك الحق يا حاج. زعما انت تصور شنو الفلاحه معناتها يبيعوا بالاسواق المهوله هذه ولا معناتها يشريوا من عند الفلاحه ويبيعوا احنا بالاسواق المهوله هذه؟ تو الفلاح تعدهم بالنسبه للعلبه غاليه، بالنسبه المعيشه غاليه، كل شيء يزادوا فيه، كل شيء يزادوا فيه، الفلاح تعدهم هو القطار والدوله ما تقايمه بالوزن نتاعها تعرف.
عندك حق حاجه تحب توصل اي معلومه هذه الكاميرا قدامك توصل اي حاجه؟ المعلومه هذه نوصلها للشعب التونسي وعندي برشا معلومات انا خدام مع دونات حتى خدمة على دونات حتى واحد والحاكم مع الامن العالم تعامل فينا وكل شيء برشا حاجات او مع العين المكان تحب تشوفون برا تشوفون وصلوهم تو. ميرسي عليك. امشيو تو امشيو لهم تو عوام انا ماشي ميرسي عليك مسيو ان شاء الله نهارك زين. لا امشي لهم تو. انا على العيد نخدموا كل مرة نوصلوا الموضوع، كان عندك حاجة تحكيها كما اليوم صارت الفعفعة الناس كلها عبرت على روحها. شو تحب تحكي؟ عن شنو تحب توصل؟ شنو موضوعكم انتم بالضبط؟ تو نحن موضوع احنا نواكبوا نحاولوا نواكبوا الأحداث، تو كما اليوم احنا كنا نصوروا غادي عندنا رجال يخدموا عليه، جانا الواحد نصاب قال لنا راهي صارت توا يلموا لهم في الواحد ويطردوا فيهم يعفسوا فيهم جماعة الحق، جينا استوجبوا بنام كنا معاهم. وانا يا سيدي تعرف شو نحب؟ نحب البلاد هذه الامن يستتب فيها وترجع بلادنا امن مستتب والناس الكل في امان ونحبوا الامان، نحن اكثر حاجه تو نلوجوا على الامان، ما عادش نلوجوا على الخدم لا على الفلوس لا على حتى شيء، نحن كي تعطينا الامان تو كل شيء جاي بالبال. خذ عليه. شنو رايك حاج زعما شنو هو الحاجه اللي تحاول تنجينا من اللي احنا فيه تو؟ الحاجه اللي تنجينا من اللي احنا فيه اللي نحن الحاكم يخدم يرجع الحاكم ونضبطه وتمشي بلادنا ولا باس. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. احنا ما نلوجوا على شيء، نحن تعرف شنو علاش نلوجوا باش يجينا الامان في تونس ونكونوا مامنين في ارزاقنا في اعراضنا في انساننا في كل شيء، نحن هذاك الشيء نلوجوا نكون على امان نحن. ما تحبش تقول اللي ابار الامن يعني حتى العباد عندها دور كبير في الشيء هذا؟ والله العباد اجي نقول لك بنتي، العباد نحن الشعب التونسي كان 60 سنه ملجم. كان 60 سنه في عنده الجام في فمه، تو تحل الشعب التونسي تو تحرر، الشعب التونسي ماذا بيه كل حد يحكي على زي راسه. اما نحن نلوجوا تو في تونس خاصه العباد الكبار الكيفاني، علاش نلوجوا باش يرجع لنا الامان كما كنا، نرجعوا بلادنا في امان وفي ضمان وبعد تو كل شيء يجي بطبيعته. ان شاء الله يا حاج ان شاء الله. مرحبا بك يا مسلم. وبربي نحب نسالك سؤال اخر زاده بمناسبه العيد هذا معناها كل شيء، شنو رايك في الاسواق؟ والله تو الاسواق ما نجي نقول لك تو نحن في العيد نحن في تونس من خفينا الاستقلال توا في تونس في العيد ديما الاسواق تطلع وتهبط. الاسواق هي تو غاليه وماذا بينا الاسواق الدوله ماذا بينا الدوله تهبط برشا على ليش من الخارج، حتى كان ما عندناش الاكتفاء ذاتي تجيب لنا من الخارج خلي الاسواق تهبط شويه. احنا ماذا بينا الاسواق تكون رخيصه، خاطر نحن الشعب التونسي اكثر شعب زوالي، مثلا معنا تو تجي تقول لي علوش 500,000 ولا 600,000 ياسر على الشعب على واحد زوالي. ونحن تو كل عندنا صغار، الشعب التونسي الاكثريه عنده صغار، ما ثماش حتى مشكله يقول لك الصغير فرحته علوش. صحيح. حاج سامح لي كان خديت من وقتك برشا. مرحبا بك خذ وقتك. توا هذه فرصه معناها باش واحد يوصل صوته وكل شيء، شنو تحب توصل معنا؟ أنا تعرف نحب نوصل الشعب التونسي يكون كله في رخية وفرق العيش، نحبوا الأمان في بلادنا، نحبوا تتنحانا البركاجات، نحبوا يتنحانا العنف، نحبوا يتنحانا الاعتصامات، نحبوا يتنحى كل شيء، نحبوا بلادنا ترجع كما كانت. نحبوا بلادنا ترجع كما كانت، نحبوا نغيروا على بلادنا، نغيروا على تونس، تونس هذه للجميع مش الفيا برك، تونس للناس الكل، تونس قادرة تهز العباد الكل، نحبوا تونس تكون في أمان. ان شاء الله. ان شاء الله ربي يطول في عمرك. عايشك كثر خيرك. مرحبا بك. ان شاء الله. عايشك مرحبا بك. اعطينك الضحكه المزيانه. مرحبا بك. عايشك يا سيدي. سلامه. سلامه. نهاركم طيب.